أهلا بيكم مع حلقة جديدة من تفكيك. في الحلقة اللي فاتت وقفنا على الأرض وقلنا إن الأمان مش فكرة ولا قناعة ولا جملة نكررها لنفسنا، إنما الأمان إحساس يخليك واقف حتى وإنت مش فاهم كل حاجة. بس أول سؤال بيطلع بعد ما تبقى واقف، طيب وأنا واقف كده أعمل إيه بالإحساس اللي راجع؟ لأن أول حاجة بتصحى بعد الثبات مش الوعي ولا القوة ولا القرارات، أول حاجة بتصحى هي الإحساس. في ناس كتير يا صديقي فاكرة إن المشكلة كانت في القناع، لكن المشكلة الحقيقية إننا خفنا نحس، مش عشان الإحساس ضعف، لكن عشان الإحساس في وقت ما كان خطر. الإحساس كان بيقود لرفض أو إهمال أو خذلان لوجع. فاللاوعي هنا يعمل إيه؟ اللاوعي يكبت ويفصل، مش موت ولا إنكار، لكن بيفصل عشان نكمل. وهنا بقى نيجي لأهم نقطة في الحلقة دي كلها، إن مش كل إحساس انهيار. في ناس يا صديقي أول ما بتحس شوية بتقول أنا بغرق أو ضعفت أو رجعت لورا، وده مش صحيح. عشان الانهيار مش في الإحساس، الانهيار إنك تحس وحدك من غير أرض ومن غير أمان، ودلوقتي الأرض موجودة، وعشان كده الإحساس كان لازم يطلع من غير ما يكسر. خليني أسألك سؤال، آخر مرة حسيت فيها إحساس حقيقي عملت إيه؟ سكت ولا شغلت نفسك ولا مسكت الموبايل ولا قلت الجملة اللي تربينا عليها من بدري، ما تكبرش الموضوع؟ لو الإجابة يبقى أنت مش ضعيف، لكن أنت متدرب على الهروب. مش هروب من الوجع، لكن هروب من لحظة كان فيها الإحساس محتاج حد يستحمله وملقاش. ومن ساعتها كل إحساس بيطلع اللاوعي يجري عليه، مش عشان يلغيه، لكن عشان ما تفتكرش الوحدة اللي وراه. ده شخص يا صديقي عاش طول عمره العاقل اللي ما بيعيطش ولا يتوجع ولا يحتاج، لكن بعد التفكيك وبعد الفراغ وبعد الأرض بيحس بزعل من غير سبب واضح. القديم عنده يقوله اهرب أو انشغل أو اقفل، لكن الجديد بيقف ويسأل هو ده زعل ولا خوف ولا احتياج، ويعيش الإحساس مش عشان يخلص منه لكن عشان يسمعه. ودي أول مرة الإحساس فيها يتشاف. الإحساس مش عدو، لكن الإحساس رسالة، بس مش كل رسالة معناها خطر، ومش كل وجع معناه إنك هتقع، ولا حتى كل فرح معناه أمان. لأنه في ناس بتخاف من الفرح أكتر ما بتخاف من الحزن، لأنه الفرح كان دايما بيتحسب. وعشان كده التعافي مش إنك تحس أكتر، التعافي إنك تسمح. والسماح مش إنك تفتح كل الأبواب ولا تحكي لكل الناس ولا حتى تعيش بمشاعر مفتوحة على البحري. السماح إنك تقول أنا حاسس من غير ما تحاكم الإحساس ولا تهرب منه، وده أعلى مستوى نضج نفسي. أكتر ناس يا صديقي بتغرق في الإحساس هي الناس اللي ما عندهاش أرض نفسية ثابتة، وأكتر ناس بتخاف تحس هم اللي سابوا نفسهم عشان يرضوا غيرهم. وعشان كده الإحساس ما كانش العدو، لكن العدو الحقيقي في الوحدة اللي جواك. وفي الحلقة دي مش بنطلب منك تحس صح ولا بعمق، إنما بنطلب منك حاجة واحدة بس، ما تهربش من إحساسك وتسيب نفسك لوحدتها. ودي البداية لحياة متزنة مش حياة مثالية. وخلي بالك وانت بتسمح لنفسك تعيش الإحساس هتكتشف حاجة مزعجة شوية، إن مش كل الناس ينفع تشوف الإحساس ده، ومش كل علاقة تستاهل النسخة الحقيقية منك. وهنا بقى بيطلع سؤال جديد، ازاي اكون حقيقي من غير ما اوجع او اتوجع؟ وده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية، مش عن قسوة ولا انسحاب ولا انانية. الحلقة الجاية عن الحدود، لما لأ تبقى احترام، ولما المسافة تبقى امان مش عقاب. اشوفك الحلقة الجاية من تفكيك، وافتكر ان الاحساس مش خطر، الخطورة انك تحسه لوحدك. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.